السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصحابي اللي برا مصر وجوه مصر. بصبح عليكم. طبعا ما فيش شعارنا اللي يحبنا يشترك عندنا مع قناة اللعبة الحلوة مع محمود سلام. طبعا ما كلمته معاكم امبارح على صفقة بغدادي بنجاح. النهارده بأكد لكم ان الصفقة بغدادي بنجاح فشلت نهائيا. الاهلي مش هيجيبه خالص، فشلت نهائيا عشان ما حدش يتكلم يقول لك الاهلي هيجيبه. خلاص، مفيش بغدادي بنجاح. طبعا عايز اقول لكم على حاجه، الاهلي كلف الاستاذ ادم وطني مع مدير التعاقدات ان هو هيكلف مع الاستاذ هاني رمزي عشان خاطر يجيبوا لعيبه. اول حاجه الاهلي مركز فيها دلوقتي واللاعب مرحب مصطفى محمد. طبعا اتكلمت معاك في فيديو قبل كده، مصطفى محمد كان سعره غالي ومش غالي. كابتن محمود الخطيب فتح الخزنه على اخرها وحاطط بادجت 3 مليون دولار. كلف مبلغ شويه 3 مليون دولار. مصطفى محمد مرحب ان يجي النادي الاهلي. عشان الناس تقول لك ده زملكاوي، لا، دلوقتي عصر احتراف. اللي معاه فلوس هو اللي بيجيب اللعيب. عشان بقى اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي بيراميدز، دلوقتي بقى عصر احتراف. ولا ابن النادي ولا مش ابن النادي، كل حاجه فلوس دلوقتي. واللاعب مرحب وكلم وكيله. طبعا انتوا عارفين ان مصطفى محمد العقد بتاعه يخلص اخر يناير اللي جاي ده. شهر يناير المفروض يمضي. الاهلي بيتكلم معاه انه يجيبه. الفرقه طبعا لو وافقت ان هيجي في اول يناير ان شاء الله. مصطفى محمد اضافه قويه للنادي الاهلي. مصطفى محمد طبعا هيبقى هو وسام ابو علي مع المهاجم الاهلي هيجيبه. هيبقى كده الاهلي بيعمل تشكيل هجومي عشان نتكلم واضحين. اما الاهلي طبعا الاستاذ ادم وطني اتكلم مع ناس الفرنسي بخصوص محمد عبد المنعم. طب محمد عبد المنعم موجود في مصر هنا. محمد عبد المنعم الاهلي كلمه. طبعا برحب ان يجي النادي الاهلي ومش عارف لسه بقى المشكله حكايه الفلوس. الفريق تاني عايز 550 الف دولار. لا، قال لك مفيش مشكله، هدفعهم وارجع اللعيب بتاعي. ده بخصوص محمد عبد المنعم ومصطفى محمد. ركزوا معاه شويه، الاهلي مهتم بمصطفى محمد وان شاء الله هيخلصه وياخده. وطبعا احنا قلنا تريزيجيه خلاص، يعني تريزيجيه يعتبر على وشك الانهاء. تريزيجيه لان الاهلي طبعا مركز معاه جامد. طبعا الاهلي بيعمل تشكيل عشان كاس العالم، لا يعمل قايمه مرعبه. مصطفى محمد وتريزيجيه ومهاجم اللي هيجيبوه مع وسام ابو علي. هيبقى الاهلي تشكيله جميله مرعبه جميله. طبعا عاوز اقول لاخواتي واصحابي بخصوص ناس كلها زعلت على رضا سليم. رضا سليم طبعا الاصابه بتاعته، عنده اصابه قطع في الغضروف الركبه. الدكتور احمد جاب الله كشف عليه قال لك ده قطع في غضروف الركبه رضا سليم. طبعا هتقول وقت رضا سليم اتصاب وهيقعد من شهرين لاربع شهور وكمان 5 شهور كمان. قطع في غضروف الركبه. طبعا الاهلي في حاله كده هيرفعه من القايمه. رفع رضا سليم من القايمه. طبعا ما ينفعش الاهلي يبيعه مصاب، لسه الاهلي يعالجه الاول. طبعا بخصوص رضا سليم طبعا العمليه مطوله وترفع من القيد. طبعا وكيله كريم البراق طبعا اتكلم مع الخطيب. طبعا هو بيتعامل حلو معانا والاهلي اصلا ليه تعامل معانا من زمان. كريم البراق وكيل اعمال رضا سليم. الاهلي لما كلمه قال لك احنا مرحبين، والاهلي قال له هديك مستحقاته كامله. رضا سليم هياخد مستحقاته كامله مكمله، بعكس ما كان هيتباع. لما كان باع للوداد كان ياخد في الجزء ويبقى عليه جزء لحد ما يرجع. دلوقتي قال لك لا، الاهلي هيديله مستحقاته كامله كلها عشان خاطر. وطبعا مش هيكمل مع النادي الاهلي والاصابه طبعا مطوله معاه، عشان كده الاهلي رفعه من القيد. اما بخصوص اسامه الدربيسي، امبارح الاهلي عمل معاه اجتماع زوم للاتفاق معاه واتفق مع وكيله. بس لسه وكيله مرحب واللاعب، بس لسه فرقه باتشوكا متمسكه بيه ناقص له سنه في عقده. دي الحوار اللي هي قافش في حوار اسامه الدربيسي، ناقص له سنه في عقده، سنه وشهرين بالظبط. هي الحوار ده اللي مقافش، لان اللاعب مرحب ولسه الاهلي بيتفق ان هو هياخده. عشان الاهلي بيكون متفق معاكم يقول لك الاهلي خده، الاهلي لسه ما خدوش. هو عامل معاه اجتماع زوم ولسه فرقه متمسكه بيه. ده بالنسبه لاسامه الدربيسي. عاوز اقول خبر حلو للنادي الاهلي. علي معلول، كده معاه شوية. علي معلول ينتظم للتدريبات الجماعية بعد ماتش المصري. خلاص هينتظم في التدريبات الجماعية بعد ماتش المصري. يعني هيبقى في التدريبات ماتش انبي بتاع يوم الاثنين الجاي.
لسه بقى كولر ما اعرفش هيلاعبه ولا مش هيلاعبه، بس هو هينتظم بعد ماتش المصري كده. علي معلول شافها كده خلاص، الحمد لله. علي معلول، علي يا علي الدلع يا علي، خف وهو يتدرب تدريبات الجماعيه ان شاء الله بعد ماتش المصري. طبعا انتوا عارفين الاهلي هيلاعب مصر النهارده، مباراه قويه جدا جدا جدا، وان شاء الله كلنا ندعم النادي الاهلي ان يكسب المصري عشان يطلع اول الدوري، هو ليه ماتش مؤجل. طبعا النهارده حكم المباراه محمود البنا، هو اللي هيحكم الماتش الاهلي والمصري. اما بالنسبه طبعا جدول الدوري بتاع امبارح، الاسماعيلي وحرس الحدود 2-2، مودرن سبورت والاتحاد 0-0، وبيراميدز طبعا كسب فاركو 3-0. يعني المدرب اللي قلنا هيمشي شكله هيقعدوه. بيراميدز طبعا مسك فاركو قطعه 3-0، ايه ده غير الجوان اللي ضاعت. اما بالنسبه طبعا لنادي الزمالك، الف 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 سلامه عليك يا محمد يا حمدي. طبعا الحمد لله الاشاعه اثبتت ان هو مش هيدخل يعني الاشاعه اثبتت ان ما فيهوش تدخل جراحي، الحمد لله مش هيعمل عمليه، والف الف سلامه عليك يا محمد يا حمدي. طبعا الناس بتتكلم يقول لك ده ضربه جزاء ومش ضربه جزاء، هم صوروها من زاويه غير الزاويه اللي مصورينها التلفزيون، هي ضربه جزاء. غير الزاويه اللي جايه من التلفزيون ضرب جزاء، في زاويه تانية شفتها باينه انها ضرب جزاء، لكن الزاويه اللي باينه عليها وهو طالع على الكوره بيقفشها مش باينه. في كوره جايبينها بطيء، شفتها مع استاذ مهيب جايبينها بالظبط ضرب جزاء واضحه، بس بالتصوير مش ضرب جزاء. فطبعا هي في لائحه بتقول لك ان الجون يطلع على الكور وما يحتككش باللاعب، يعني هو ده يعني محمد حمدي داخل عليه والمفروض انه ياخد الكوره ما يضربش. طبعا لما ضرب طبعا الناس كلها ضرب جزاء معايا، بس يعني الحمد لله الحمد لله الف سلامه عليه. طبعا مش مهم الماتش، الزمالك ان شاء الله يقدر يعوض الايام اللي جايه، والف الف الف سلامه عليك يا محمد يا حمدي. اما بالنسبه لزيزو، لحد دلوقتي زيزو هيمشي من الزمالك، مش عايز يكمل. زيزو مش هيكمل في الزمالك ولا هيروح الاهلي، عشان تقول لك الاهلي هياخده، الاهلي مش هياخده. الاهلي مش مركز مع زيزو خالص، الاهلي مركز مع الصفقات اللي جايه من بره. الاهلي عايز يدعم صفقات، ما هو كابتن محمود الخطيب عايز يدعم عشان اللي حصل في الانتر كونتيننتال ما يتعوضش تاني. قال لك الاهلي رايح كاس العالم وعايز يشرف الناس كلها، الاهلي مركز في الصفقات قوي، عايز يعمل صفقات مرعبه، وهتشوفوا الايام اللي جايه. ما كانش في يناير هيبقى اخر السنه. شوف الاهلي تشكيله يعني تشكيله جميله. اما بالنسبه لزيزو، فريق نيون السعودي طبعا عرض عليه مبلغ خيالي، اي حد ممكن يروح. عرض عليه 5 مليون دولار في السنه، 5 مليون دولار في السنه لزيزو، ليونس السعودي. طبعا اي حد ممكن هيروح، مش كده بقول لك زيزو مش هيكمل في نادي الزمالك هيمشي. ده بخصوص ان هو زيزو. النادي الاهلي لعب النهارده ماتش مع المصري، طبعا قلت لكم من الاول في غيابات على النادي الاهلي، محمد هاني الاصابه، طبعا رضا سليم للاصابه، كريم فؤاد للاصابه، ومحمد عبد الله جديد الاصابه تاني النهارده اللي هو اللاعب الناشئ. دول 4 لعيب طبعا مش هيلعبوا. طب بخلاف اعلان علي معلول طبعا خف، وان شاء الله هيلعب احتمال ماتش انبي، او احتمال يلعبوا ماتش بتاع افريقيا بتاع يوم بلداد الجزائري يوم الجمعه يوم 3 يناير. يعني لا يلعب ياخد وقت في ماتش الاهلي وانبي يوم الاثنين، لا يدوا فرصه في ماتش بلوزداد في الجزائر يوم الجمعه يوم 3/1. ده كلام بخصوص علي معلول. كان علي معلول الحمد لله تم شفاء. طبعا في خبر تاني اقول لكم على مروان عطيه. مروان عطية جاله عقود احتراف من قطر والسعودية بطريقة غريبة، يعني طبعا هو لعيب جدا، الفرقة عايزاه وعرض مبلغ خيالي. طبعا الأهلي رفض تماما الاستغناء عن مروان عطية، مش للبيع. قال لك مروان عطية مش للبيع، عشان الناس تقول لك ده هيمشي، لا مش هيتباع. كان الفرقة الشمال القطري عايزة تدينا بغداد ونجاح وتاخد مروان عطية من غير فلوس، خد ده وهات ده، لا قال لهم لا، ولا في مروان عطيه ولا عايزين بغدادي، مش شاكرين. عشان كده الاهلي ارجع اقول لكم تاني، الاهلي مركز مع مصطفى محمد، الاهلي مركز معاه جامد، وان شاء الله الاهلي ممكن ياخد الايام اللي جايه. هبرجع اقول لكم تاني عشان ان شاء الله الاهلي هياخده. ده طبعا كان الفيديو بتاعنا النهارده مع قناتي اللعبه الحلوه، بس عايز اقول لاصحابي واخواتي اللي بره مصر وجوه مصر، يعني طبعا اقول لكم تاني اللي يحبنا يشترك عندنا وعايز القناه تكبر بيكم، وان شاء الله طبعا الايام اللي جايه
في اخبار حلوه عن النادي الاهلي، وان شاء الله الاهلي طبعا بيكسب النهارده هيفرح جمهور مصر كلها، وان شاء في حاجه عايز اقول حاجه بخصوص اللعيبه، ان شاء الله الاهلي النهارده هيعتذر للجمهور في الملعب، وان شاء الله عشان الجمهور زعلانه من النادي الاهلي ركز فيها كويس، ان شاء الله اللعيبه هتعتذر للجمهور في الملعب النهارده. ده كان طبعا اخبار النهارده مع قناه اللعبه الحلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.